السلام عليكم. شفنا اليوم اكتساح النادي الافريقي، نادي الصفاقسي بخماسية نظيفة. مطر شباك النادي الصفاقسي بخماسية نظيفة. النتيجة هذيا نتيجة إيجابية ضد النادي الصفاقسي. احنا كمحللين فنيين توقعنا هدف لصفر صفر صفر. تعرف النادي الصفاقسي يعني قاعد يعمل في انتدابات جيدة بعد البرتغالي، اللاعب البرتغالي بيدرو ميغيل، لاعب ممتاز جدا. شفناه قلنا مش يعمل تعادل يفوز 1-0، لكن النتيجة هذه تدل على خدمة الهيئة، الانتدابات الناجحة، انتدابات ناجحة على مستوى عالي. المدرب قاعد يخدم في خدمة جبارة، اللاعبين قاعدين يخدموا. فما لاعبين باش يطردوا من النادي الافريقي، وفما لاعبين عمناول ما عملوا شيء في النادي الافريقي قاعدين يتفرجوا. 3 لاعبين قاعدين يحاولوا وكاهم. الابرز لاعبين نتاع الموسم الفارط شكون؟ غيس الصغير، كينغسلي ايدو. 3 لاعبين مش نقولك عليهم، كينغسلي ايدو الحمرون، هذوما ابرز لاعبين. والجزائري الشريفي، توفيق الشريفي، هذوما ابرز لاعبين. عندك العقربي كبر، ما عادش قادر يقدم الإضافة. وسيم بن يحيى يعتزل الخير، معناه انت ما عادش قادر تقدم الإضافة، علاش قاعد؟ انا اعتزل خلي الجيل اللي جاي يشد بلاصتك. فرصة تعتزل ترتاح شوية وترجع للتدريب كما يعملوا الناس الكل. خصوص هذا عندك لاعبين، 4 لاعبين. النادي الافريقي تقول لي انت تدب 2 ولا 3. النادي الافريقي راهو عنده عديد النقاص، معناها عنده عديد النقائص مسحق الانتدابات هذوما. النادي الافريقي شفنا تراجع مستوى حمدي العبيد الموسم الفارط. نقارنوه موسم قبل الماضي 2023، شفنا اداء رائع وقلنا هذا مستقبل الكرة التونسية، واداء رائع قلنا باش يتألق الموسم المقبل. ما عمل شيء، المستوى نتاعو تراجع. حمدي العبيدي مش قاعد يسجل في الاهداف، مش قاعد يعطي في التمريرات، مش قاعد يعمل في شيء، سامحني، مش قاعد يعمل في شيء. نشوفوا خدمة جبارة. نشوفوا النادي الافريقي الحقيقة النادي الافريقي كان في أزمة مالية صعبة. كان النادي الافريقي مرضى كتير. كان جاي فريق اخر، ما عدم ذكر الاسامي ونحترمهم، فرق تونسية الكل، كان جاي فريق اخر كيما النادي الافريقي عنده ديون 60 مليار. 5 مليارات برشا عليهم الفرق التونسية في الرابطة الأولى. خلي 60 مليار جمهور النادي الافريقي يدفعهم هو والهيئة. قاعد يدفع من مساكن العباد، تبيع في كراهبها وتبيع في ديارها وتعطي في الدوام متاعها، وعباد زوينة يعطيو باش الفريق متاعهم ينورهم، مش يكبت لهم صعودهم، يعني مش يحزنهم، تنور. هذا يدل على خدمة الجمهور، تدل على الجمهور. وكي جاء المستشار الأمريكي ما يجيش من الفراغ. الجمهور هو اللي حبه في النادي الافريقي، الاجواء متاع الجمهور، الوقفة تاع القضية الفلسطينية والشعار اللي عملوه في استاد على القضية الفلسطينية هو اللي خلى جمهور النادي الافريقي، خلى المستشفى الامريكي يعجب بهذا الجمهور. والجمهور النادي الافريقي راهو كبير وعريض جدا، كبير وعريض جدا، في ينجموا حتى جمهور في تونس. الجمهور النادي الافريقي يبقى نمبر 1، هذه حقيقة مع احتراماتي للفرق الأخرى. خصوصا النادي الافريقي شوفوا خدمة جبارة على المستوى اللياقة البدنية. فريق يخدم في برشا أوقات، أو يخدم في الأوقات الكل. تربص هذا نعتبره تربص ناجح. وعرف به الكرة التونسية مستحقة مدرب في حجم بيتوني. الكرة التونسية مستحقة مدرب في حجم بيتوني حاليا. بيتوني
عرف النقائص نتاع النادي الافريقي. عندك برشا فضيحة كبرى في الكرة التونسية، برشا مدربين توانسة من طراز عالي دربوا النادي الافريقي ما عرفوش هذه الاخطاء، على غرارهم منظر الكبير درب المنتخب التونسي وصل، عمل نتائج طيبة، نهائي كاس العرب، ربع نهائي كاس افريقيا، ما عرفش الاخطاء ونتائج سلبية ومبقاش يخدم معاها، ما بقاش يخدم معاها برشا اوقات. باهي، سلطان التدريب التونسي، ملك التدريب التونسي ومن افضل المدربين في تونس، فوزي بن زرتي، معرفش الاخطاء متاع النادي الافريقي. هذه فضيحة كبرى في الكرة التونسية على مستوى التدريب. معنيش مدرب في حجم كبير، الكرة التونسية مستحقة والكرة الافريقية مستحقة مدرب في حجم بيتوني. وتجيب انت وتقولي ما تجيبش مدرب من الخارج، ليه؟ الكرة التونسية مستحقة مدرب من الخارج يفهم لك ليفكتيف، تخلص فيه على قدر مجهوداته وعلى قد حجمه، على قد مجهوداته وعلى قد حجمه تخلص فيه. وما تنسوش المدرب هذا خاض تجربة كبيرة، لعب مع عملاق اوروبا، نجوم اوروبا حاليا مسيطر على اوروبا، ريال مدريد مع الفترة الذهبية متاع رونالدو وبنزيما وجراث بيل وراموس والحارس كوستاريكي هذاك نسيت اسمه عفوا، ما عادش يلعب، مشي نافاس اي نافاس مشي لباريس سان جيرمان، فترة ذهبية متاع ريال مدريد مع زيدان. وهو قاعد يطبق في خطة زيدان، حاليا قاعد يطبق في خطة زيدان المدرب الفرنسي. بس حقيقة احنا في الكرة التونسية مدربين في حجم المدرب الفرنسي. وما تنسيش النادي الافريقي كان في ازمة مادية تشحب عليه، كان جاي فريق اخر ونزل للرابطة المحترفة الاولى بعراقته بمجده بتاريخه، النادي الافريقي بقى واقف ما طاحش. حبوا يطيحوه الناس، فما ناس حبت تطيحوا من السياسة، وفما عباد يخدموا في النادي الافريقي بيوعة وقذار ومش رجال وما عندهم ما يعملوا. فرق النادي الافريقي بحجمه بعراقته بقى واقف وبقى ينافس على الكأس وعلى البطولة، وما بقاش يلعب على تفادي النزول مرة بركة بموسم 2021 في المئوية متاعه. هذا بخصوص النادي الافريقي. وصلنا لنهاية حلقتنا، وان شاء الله تكون عجبتكم حلقتنا، وان شاء الله ننزلوا فيديوهات اخرى. شكرا.